السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص، انا جاي لكم كلمة سريعة كده يا رب تنفعكم. بلاش بعبع او الخوف من التجربة يعطلك عن مسيرتك العملية. وبلاش تكون انت عندك فوبيا للتعليم. يعني كل ما يطلع كورس جديد عايز اتعلمه، كل ما يطلع حاجه جديده عايز ادرسها، كل ما يطلع موضوع جديد لازم ادرسه، لازم اخش فيه، تلاقي نفسك اتشتت في حاجات كتير جدا، ومقضي حياتك بس بتدرس وما بتمارسش شغلك. الاكسبيرينس اللي انت بتاخدها من سوق العمل اهم بكتير من التعليم. مش التعليم لوحده هينفع، ولا ان انت تحتك بس بالسوق لوحده هينفع. لازم الاتنين يبقوا ماشيين مع بعض باراليل. اتعلم وادرس، انا بقولش ما تدرس، خد كورسات بس. بلاش تشتت، بلاش هاخد كورس ماركتينج ثم بعد ذلك هروح عايز اخد ام بي اي مثلا. ثم بعد ذلك انا عايز ادرس برمجه علشان محتاج اعمل مش عارف ايه. ثم بعد ذلك فانا هاخد كورس مبيعات برضو علشان خاطر المبيعات والتسويق مكملين لبعض، وده اتس اوكي. بعد ذلك دي كده اساسيات، مفيش مشكله فيها. حد تاني طلع فهاخد معاه كورس تالت عشان بيقول معلومه زياده، فحد رابع قال حاجه فانا اروح اخد كورس رابع. لا، الكلام اللي انت عايز تعمله ده ممكن تعمله عن طريق الكتب. يعني ممكن تجيب كتب، تقعد تقرا كتب، ولازم تكون راجل مثقف لو انت عايز فعلا تشتغل في الماركتينج او عايز تشتغل في المبيعات. آه، رجال المبيعات ورجال التسويق هم حلقتين في دايرة واحدة، بتتلخص في ان انت لازم تكون عندك فكر، لازم تكون شخص بتفكر اوت اوف بوكس، لازم تكون شخص كرييتيف، لازم تكون شخص مثقف، لازم تكون شخص بتقرا كتير، وعلى رأسهم تكون رجل اجتماعي، راجل بيعرف يعمل هاندلنج في حياته عموما، مع اهله، مع اسرته، مع اصحابه، مع حبايبه، قبل ما يقدر ان هو يحتك بسوق العمل. بعد اذنكم، بلاش فكرة الدراسة عمال على بطال. ادرس تدريجيا مفيش مشكلة، بس اختلط بسوق العمل، انزل سوق العمل، انزل باشر بنفسك. مكسبك الأساسي في بداية رحلتك في التعليم هي الممارسة، حتى لو هتدفع لها فلوس مش هتقبض فلوس. كل واحد بيفضل قاعد مستني ان انا بعد ما خدت كورس معين هشتغل شغلانه في شركه اخد منها رقم معين، ولو ما جاش الرقم ده ولا حتى نصه يقولك مش هشتغل. لا، هو انت بتضيع وقت وبتخسر. انزل شغل، انزل اتعلم، احتك بسوق العمل. والله احنا في بداية شغلنا كنا بندفع فلوس علشان ننزل نشتغل مش بنقبض. بس بعد كده ربنا هيكرمك وربنا هيوفقك، لان انا دايما بقول الخبرة مش بعدد السنين، الخبرة بعدد الخبطات. كل ما تتخبط اكتر كل ما هتتعلم اكتر، كل ما غلطت اكتر كل ما هتصح من غلطك اكتر، فمش هتتخبط تاني، فهيبقى عندك خبرة. هتعرف تجيب الخبرة ازاي؟ بالكورسات. الخبرة بسوق العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.